أحمد دياب، أستاذ في الجراحة وتقويم الأعضاء. هذا المعرض يمثل نقطة تحول للعرب، حيث أنهم كانوا ممن صنع الأدوات الجراحية. عند صناعة الأدوات معنى ذلك أنهم تقدموا أيما تقدم في الفكر، في اللغة حيث صنعوا المصطلحات، ثم كذلك في الأدوات حيث أنهم صنعوا الأدوات، أي تحولوا من أناس نقول عنهم أنهم شعراء ونقول عنهم أنهم كتاب وربما كذلك مفكرون، ولكن في الواقع هم صانعي أدوات، أي صنعوا الأدوات التي استعملوها في الجراحة. مثلت صناعة الأدوات نقطة نوعية على مستوى الكون، لأن من يصنع هذه الأدوات هو له هدف، وهو شفاء المريض والمساهمة في علاج بعض الأورام، بعض السرطانات، بعض عمليات الكي التي تشفي آنذاك. وفكرنا في هذا المعرض خاصة حتى نقول أن الخلايا البانية، الناس الذين يبنون، عليهم أن يتحركوا اليوم قبل أن يتفتت الوطن العربي، قبل أن تتفتت الأوطان، عليهم أن يتحركوا لإعادة بناء هذا الوطن. المعرض يحتوي على 450 قطعة من الأدوات الجراحية و21 لوحة زيتية أصيلة تمثل المدرسة الطبية القيروانية خاصة، التي ساهمت بالقسط الكبير في الجراحة العربية، والتي ساهمت بالقسط الكبير في إثراء المدرسة الأندلسية. وكذلك 41 لوحة شرحية، أي تشرح تحول الطب إلى اختصاص، وهو اختصاص الجراحة. المعرض مفتوح من 24 ماي إلى 26 جوان، والكل مرحب به، وخاصة الطلبة والتلاميذ، حتى يتعرفون على ماضيهم ويتعرفون كذلك على مدى استشرافنا للمستقبل الذي عليه أن يبنى كما بنى الأجداد هذا الماضي. مدينة العلوم تحتضن المعرض الجميل هذايا، هو معرض حول الجراحة عند العرب. هو معرض نادر من نوعه، لأن المدينة استانست أنها تقدم للجمهور متاعها المعارض اللي فيها العلوم الأكاديمية، اللي فيها برشا يعني تفاعلية في المحتوى متاعها. المعرض هذا هو عبارة على مدخل لتاريخ العلوم، وبالتحديد تاريخ الطب والجراحة. هنا بالموضوع يعني تاريخ الجراحة عند العرب، اللي هي مرحلة يعني تمتد من القرن الثامن إلى القرن ال15 ميلادي. والمرحلة هذه هي الطب يعني والعلوم يعني بكل محتوياتها كانت في يعني في الفترة الزمنية المزهرة. المدينة عملت شراكة ما بين الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة من جهة، وما بين تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية. فنرجع ونقول أنه المعرض هذا هو متكون من لوحات، من معلقات، ومتكون زاده كيف من أدوات للجراحة. ونلاحظوا أنه الأدوات هذه هي عبارة على 450 أداة للجراحة، نلقاوها أنها ما تبدلتش برشا على الأدوات اللي قاعدين نشوفوا فيهم. يعني الطب ولا الجراحة عند العرب كانت متقدمة بدرجة أنه الكثير من الأدوات هذه ما زالوا يستعملوا فيها حتى اليومنا هذا.